السلام عليكم ورحمة الله. وما كدنا ننتهي من قضية غالب القاضي فرع إب حتى خرج لنا قاضي وقارئ جديد والتحديث رقم 2 في فرع مأرب. هذا الشيخ المدعي للقراءة والرقية والمسمي نفسه شيخ خرج من مأرب بقضية وجريمة قام فيها بتطليق زوجة أحد المواطنين، وبعد تطليقها بحكم أنها لا تصلح الحياة الزوجية بينهما قام بالزواج منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا لا أعلم ما الذي يحدث ونحن في القرن الخرا والعشرين، ومثل هذا الدجال وعشرات الآلاف منهم في كل أرجاء الوطن، في كل القرى والمدن اليمنية، من يستغلون جهل الناس وفقرهم. أكثر من 90% من محلات التداوي بالأعشاب والرقية الشرعية أصبحت محلات لبيع الوهم والدجل، وأغلبها محلات للدعارة. هذا الخبر صادق بالتأكيد ولكنها حقيقة. لذلك على السلطات في صنعاء ومأرب وكل مكان عمل حل جذري للدجالين وإقفال محلاتهم والتحذير من التعامل معهم. تحدث أشياء مخلة ومعيبة بحق المجتمع اليمني. عليهم عمل لوحات بالشوارع تقول أن القانون لا يحمي أجحار المغفلين. أصبحنا بالقرن الخرا والعشرين وأصبحت هذه الأشياء متواجدة بشكل طبيعي، ولا قانون يردعهم ولا تحذيرات، والعقول ما زالت تتوهم بالشفاء من هؤلاء الدجالين والمشعوذين. إلى متى؟ إلى متى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.